بعد الاطلاع على شهادة والدة الطفل صباح، الطفلة المختطفة للتجنيد من قبل حزب العمال الكردستاني، أردت وضع هذا التسجيل الصوتي للتعبير عن كامل تضامني مع هذه العائلة. الطفلة صباح هي نموذج لآلاف من الشابات اللواتي تم تجنيدهن من قبل مختلف أطراف الصراع المسلح في سوريا. حزب العمال الكردستاني، أسوة بالتنظيمات والفصائل المتشددة الأخرى في المنطقة، ارتكب انتهاكات كبيرة بما يتعلق بتجنيد الأطفال القُصّر والزج بهم كوقود حرب أيديولوجية، بينما يفترض أن يكونوا على مقاعد التعليم والدراسة ليساهموا في نهضة مجتمعاتهم وتقدمها. واليوم يثبت عبر قضية هذه العائلة، عائلة صباح، وما تعرضت له والدتها من انتهاكات، أن المجتمع المدني لا يمتلك أي حماية بوجه قوى الأمر الواقع المسلحة. فعوضا عن إكرامها وهي والدة شهيد قدمت أغلى ما تمتلكه، نراها تتعرض لانتهاكات إنسانية تعيد تذكيرنا بالوجه الحقيقي للأحزاب الشمولية. هذه الأحزاب التي سيكون بقاء أي منها مهددا لمستقبل السوريين ولأمنهم. الاعتداء على العائلة المعنية أرى أنه تم على 3 مستويات تتطلب جميعها الدعم من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية. المستوى الأول هو التعرض المباشر لعائلة شهيد والإساءة لهم عوضا عن حمايتهم وعوضا عن تعويضهم عن هذا الفقدان. المستوى الثاني هو جريمة اختطاف طفلة قاصر وتجنيدها دون موافقة والدتها، وهي كما ذكرت إحدى حالات تجنيد الأطفال والانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال، وإرسالهم لجبهات الموت خدمة لأهداف الحزب. والجريمة الثالثة هي التعرض لوالدتها المدنية بالإهانة والاعتداء لأنها تبحث عن استعادة ابنتها وهو حقها الطبيعي. على المهتمين بدعم الأم المكلومة بولديها التوجه بعريضة مفتوحة للمنظمات العالمية التي تعنى بحماية الطفل والمرأة لإلزام الحزب على إطلاق سراح صباح، ولكن أيضا على إطلاق سراح كافة الأطفال المجندين لديه، ومن ثم العمل على نطاق أوسع لإنهاء السلطة القمعية لحزب العمال الكردستاني، وإنهاء أي سلطة عسكرية في المنطقة، وإنهاء أي مظاهر للوجود المسلح، وتسليم الحكم للمدنيين من أبنائها، لما فيه خير لسوريا وللسوريين وضمان للاستقرار والأمان في المنطقة وفي العالم.